بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هبة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. تعالوا نشوف هنعمل ايه غدا ايه النهارده. انا عند ماما كده فبعمل الغدا، فصورت لكم على قد ما اقدر علشان هناك ما فيش ستاند ولا كده ولا عارفه اصور قوي. هنعمل مع بعض محشي كرنب، وطبعا انا عامله الخلطه قبل كده مع بعضينا في فيديو قبل كده، فكنت قايله لكم الخلطه لما بعملها ازاي في الحر. يعني في الشتاء بيبقى في خلطه مختلفه عن الصيف خالص. انا هنا كنت بشرح لكم ازاي لما بعد ما نيجي نعمل المحشي ونعلق عليه ازاي ما نضغطش على المحشي. في ناس شفتها بتضغط عليه. فدلوقتي تعالوا هنسلق الكرنب. سلقنا الكرنب، ولازم الكرنب في الصيف بالذات لازم ينغسل مرة واتنين بعد السليق، وتلاتة كمان اذا امكن، علشان ما يعملش ريحة. ولازم بتحطي في المية، بتعملي عصرة ليمونة في المية مع الملح وانت بتسلقيه. المقطع ده طبعا انا ماما اللي سلقته، رحت لقيتها سلقهولي. خدته بقى وعملته، غسلته مرة واتنين. وصلوا معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يا رب يا اصحابي كده، ربنا يا رب فيديوهاتي تعجبكم وتعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي، وانا هتشرف بيكم بوجودكم في قناتي. وابقى سعيدة جدا. وهكبر بيكم، ويا رب تدوني طاقة ايجابية. وربنا وحده اللي يعلم انا بتعب قد ايه علشان اقدر البي يعني، واقول الافكار اللي عندي واعرف اوصلها لكم. يا رب اكون بعرف اوصلها لكم كويس عشان تعرفوا تعرفوها مني. ويا رب تكون افكاري بتعجبكم. ويا ريت قبل ما حد يعلق ويقول كلمة كده ولا كده، يا ريت يجرب الفكرة بتاعتي ويرجع يقول عليها ايه رأيه فيها. دلوقتي شوفي اوريكم طريقتي في تخريطة الكرنب بتاعتي. مش بخرطه ورقة ورقة. هوريكم الطريقة الجديدة بتاعتي. انا بحب اعمله كده. كنت متعلمة الطريقة ديت من ست كانت عايشة برا في الكويت، فانا كنت متعلماها منها. سريعة وسهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. بفرد الورقة كويس، واللي هي بتبقى حجم واحد بقوم فردها فوقها. كلهم الحجم الكبير او الحجم الصغير، كل واحدة على حسب حجم الكرومبة اللي ايه، ورقة الكرومبة. طالما الورق الكبير بقوم فرداه كله فوق بعضه الكبير، واقوم علشان يبقى بسوي بعضه من الاخر، علشان الورقة ما تبقاش فيه ورقة صغنططة ورقة كبيرة، عشان اعرف الفه. الورقة الكبيرة بفرده فوق بعضه، واقوم عاملاه مخرطاه كده زي الفلوس كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا معايا على سيدنا محمد يا حبايبي يا اصحابي. تمام كده. شايفين التخريطه بتاعتي؟ بظبطها بقى ما وانا بعملها بظبطها من حروفها. انا دلوقتي ما تقولي ما عملتهاش ليه هبه من حروفها، علشان ممكن تكون في ورقه صغنططه وورقه كبيره من الحروف. فانا دلوقتي بسيبها علشان تاخد ايه راحتها في اللف معايا. دي هقسمها اتنين. كنت اشيل الاطراف ورجعت قلت لا، خليها تيجي ورقه عشان الكرنب صغير. اهي بوريهولكوا، شوفوا رصته، تحسوا ان كله بسوي بعضه. دلوقتي عملت الخلطه، بعملها ني في ني زي ما انا قايله لكم. ببشر البصلايه وببشر عليها الفلفل. ماما كان النور قطع عند ماما، والكبه كانت مش عارفين نشغلها. فعملنا الطماطم بقى، صفناها كده اي كلام، وخرطنا كل حاجه على ايدينا. البصل هي اللي بشرتها بالمبشره، والثوم طبعا دقيته كده، وكزبره والخضره والبقدونس والشبت خرطته، والرز غسلته وحطيت عليه هرسة الشطه وحطيت عليه الطماطم. الطماطم يدوب خدت غلوه بس كده على النار، ما كانش فيها ايه بصل. البصل لسه اخضر اهون قدامكم على الرز، على وش الرز اهون تحت الخضره.
هقلبه كويس بقى واوريكم بلف طريقه المحشي بتاعتي. طبعا كل واحده ليها طريقه في لفتها، والطريقه السهله بالنسبه لك والاسرع لازم تعمليها عشان ايه تخلصي بسرعه، عشان المحشي بياخد وقت. احنا عملنا محشي كرنب ومحشي ممبار ومحشي بدنجان ومحشي فلفل، بس الحاجات ديت في حاجات اتصورت وفي حاجات ما اتصورتش لان التليفون مش بيصور في الضلمه. دي لفتي طريقتي بلف على ايدي، بوريكم الصبع لفيته على ايدي ازاي وماسك نفسه حلو ازاي. برص رصتي بقى في الحله بعد ما بخلص الاخر، يعني مش الاخر قوي، يعني ما بلاقي كتير كده قدامي على الصينيه او على الطبليه، بقوم ايه لمهم كلهم بعد كده في الحله وقاعده ارصها واحده واحده. ادي تاني صابع بنلفه سوا. في بقى ملوخيه خضراء عند ماما، ما رضيتش تخليني اعملها لها في الخلاط ولا في الكبه، وطبعا النور ما ساعدنيش بردك، فروحت مخرطاها بالمخرطه. هوريكم انا خرطتها بالمخرطه هي. كانت خضرة جميلة وطعمها كان خطير، وكنت عاملاها تقيلة كانت جميلة جدا. صلوا معايا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بقول لكم يا ريت تنزلوا تعملوا لي لايك، فضلا وليس امرا، وبستنى كده من اصحابي واحبابي، ويا رب تكونوا بألف وتكونوا سعداء ومبسوطين وانتوا بتتفرجوا على فيديوهاتي. ده الممبار اللي كنت عملته من بدنجان، معلش بقى انا معرفتش طبعا مصوراه قبل كده في فيديو قبل كده مع بعض. ودي كانت قطع اللحمه عملتها في بصله وبألف هنا. ويا رب تكونوا سعداء انكم بتتابعوا معايا، ويا رب تتابعوني، يا رب نحصل الفيديو ده على اكبر لايكات واكبر مشاهدات. وشكرا ومع السلامه، باي.